اهلا بيكم في فيديو جديد. انا مصطفى شريف، والنهارده هتفرج معاكم لاول مره على اكتر 3 ويب سايتس، مش اغرب 3 ويب سايتس، اغرب منتجات الويب سايتس دي بتبيعها. تعالوا نشوف مع بعض اول برودكت البراند اسمها بلاشي برودوس. هي بتبيع الحاجات البلاشي دي، اللي هي الحاجات اللي بتبقى طريه شويه، او بيتسند عليها او بيتقعد عليها او بتتحضن، ايا كان، شبه الدباديب كده شويه، بس بقى باشكال زي ما انتم شايفين كده، عسل، فواكه، الكلام ده كله باشكال غريبه جدا. واحنا بنتفرج على البرودكتس الغريبه دي، هنبدا ان احنا برضو نأودت الويب سايتس دي ونشوف يعني من ناحيه بيزنس، هل الويب سايت ده كويس ان هو يعمل كونفرجنز او نسبه تحول، ولا في حاجات مش عاجبانا محتاجين ان احنا نغيرها، عشان ناخد التو سايدز مع بعض، يعني ان احنا نستغرب وفي نفس الوقت نستفاد من اللي احنا بنشوفه. هنا بالنسبة لي أول حاجة أو أول كومنت عندي هو الهيدر كبير جدا. يعني بص، الهيدر واقف لحد هنا، فده بالنسبة لي كتير جدا. ليه؟ لأن هو زانق كل حاجة تحت. يعني أنا بقلب، أنا مش لاحق إن أنا أتفرج على حاجة دي، خلاص لو قلبت تقليبة كمان هتروح مني علشان أشوف اللي بعدها، فمش لاحق إن أنا أشوف الويب سايت كله. ودي حاجة مهمة جدا، إن أنت تبقى طول الوقت شايف الويب سايت معظمه قدامك. فلو الهيدر صغر شوية وقدرنا ان احنا نصغر ده، نخليه بدل ما هو اللوجو مكتوب يبقى ايكون بس، والايكون تصغر، او نخليه تكست بس، يعني هيبقى احسن كتير. وطبعا هنا في الحاجات دي يعني انجلش مغطية على about us. موضوع غريب جدا. خلينا كده نتفرج على بقية الهوم بيج، وبعد كده نخش على اي بيج تاني. هنا الايكونز، برضو الايكونز مش ماشية مع الالوان بتاعت الويب سايت، يعني الايكونز ابيض واسود والالوان بتاعت الويب سايت فاتحة. فبرضو موضوع غريب هنا شوية ككونسيستنتي في البراندنج، او ان انت تفضل البراندنج بتاعك ثرو اوت الويب سايت هو. هنا ده البرودكت كارد، ريفيوز كويس، اوكي، والاوفر. وهنا ريفيوز سيكشن كويس جدا، بس زي ما قلت لكم يعني ده هو مش مكفي ان هو يدوب خلاص هيخلص، علشان بسبب الهيدر الكبير. طيب خلينا نخش على اي برودكت بيج تانية، او اي بيج مختلفة يعني. ممكن نشوف البيست سيلرز. تقريبا البوتوم ده مش كليكابل، دي اكيد مشكلة في الويب سايت. خلينا نفيو اول برودكتس كده. هو البيست سيلر فتح من هنا بس ما فتحش من ورا، يعني خدتوا بالكم؟ ده بيكابتشر الايميلز عشان يقدر يعمل ايميل ماركتنج بعد كده. الموضوع ده ليه ابلكيشنز كتير بتكابتشر ايميلز وبتشتغل على الايميل ماركتنج، زي كلافيو واومني سند وحاجات زي دي. وفي شوبيفاي ايميل برضو بيديك اول 10,000 ايميل كل شهر ببلاش، وبعد كده كل 1000 ايميل بدولار واحد. فلو انت عندك عدد ايميلز كتير تقدر تعملهم ماركتنج، يعتبر ببلاش. خلينا ندوس على فيو اول تاني. زي ما شفنا هنا دي مش بيتداس عليها هنا، بس نقدر نخش عليها من فيو اول. هنا بقى كل يعني حيوانات، بطاطس وبرجر وحاجات غريبة جدا كلها، يعني بلاشز. موضوع غريب فعلا، يعني برودكت مختلف ان هو يعمل منه كل الاشكال دي، فده معناه ان هو بيتباع ومستغرب، يعني اشكاله غريبة جدا فعلا متجمعة في مكان واحد. الحاجة دي دايما بتشوف منها شكلين في كل مكان بنخشه. ده عيش يعني، غريب جدا فعلا. طيب خلينا نخش على الويب سايت التاني، مش عايزين برضو نطول في الويب سايتس عشان وقتكم. الويب سايت التاني بيبيع ملابس بريميوم او لاكجري للحيوانات. يعني هنا هو بيبيع فعلا، الويب سايت شكله لاكجري، يعني لو شلنا الكلب ده وحطينا شنطة بتاعت اختين هيبان ان لا، هو لايق على الويب سايت فعلا. فالويب سايت فعلا لاكجري. النيجاتيف سبيسز دي او الوايت سبيسز دي بتعني اللكجريس. لما نهوفر كده ونحس ان في وايت سبيسز والموضوع هادي، بيبقى لكجريس. يعني الجزء ده لا يمت باللكجيريوس بصلة، لان هو يبان ان هو شوية كده ايه، يعني زحمة، والزحمة عكس اللكجيريوس خالص. less is more. دي القاعدة الدارجة يعني في العادي في الحياة، وكمان في الويب سايتس. لو عايز الويب سايت بتاعك يبان لاكجري اكتر، فدايما قاعدة less is more بتابلاي على كل الويب سايتس يعني. يعني هنا الشكل لذيذ، عارضين البرودكتس بطريقة مختلفة بغض النظر عن البرودكتس واسعارها.
بس يعني الشكل عموما كويس هادي. مش عارف الاجزاء دي، ده غالبا سيم من انفاتو elements او حاجه، مش معمول له edit او مش مليان. المفروض هنا يبقى فيه صور او حاجه بتعني للكوليكشن دي يعني. وده بيبيع لك بقى للهيومن، افتكر الهيومنز خلاص بيبيع لهم في اخر الويب سايت. برضه دي طريقه ابسيلينج كويسه. بس ما اعتقدش ان هو يعني لو انا داخل اشتري حاجه للحيوان بتاعي او للكلب بتاعي، فمش حاسس ان نفس المكان اللي بشتري منه للكلب بتاعي اشتريه لنفسي. وممكن دي حاجه شخصيه عندي معرفش. بس مش حاسس يعني. بس طالما هم عارضينه بالاسعار دي يبقى اكيد في كلاينتس بياخدوا الكلام ده وبيطلبوه. طبعا انا الفيديو ده لو كان اكبر شوية او يعني واضح شوية، لان هو هنا مش واضح قوي. دي الهوم بيج شوية طويلة، يعني حاسس ان السكشنز دي اتكررت اكتر من مرة. حاسس ان سكشنز اكتر من مرة، فيديو وسكشنز وفيديو. وبعد كده في الاخر خالص ويلكم تو بوندير، وبعد كده ميت ذا تيم وكده. فحاسس ان هو شوية طويل الهوم بيج. بعد كده اف كيوز، بعد كده السوشيال ميديا بتاعتهم او الانستجرام بتاعهم. الكونكشن ده بتاع الانستجرام برضه بيتعمل بابليكيشن مفيد جدا، لان هو بيزود لك فولورز. والناس اما انت دايما بتبقى منزل الصور بتاعتك على الانستجرام، هو هنا بيعرض اخر صور في الفيد بتاعك او في الانستجرام بتاعك. اما الناس بتشوف الصور دي على اشخاص فعلا لابسه اللبس او موديلز او الكلام ده كله، بيحسوا ان هم كونكتد اكتر بالبرودكت اكتر ما بيشوفوا الصور بتاعته هنا. يعني هنا بيحسوها صور كوميرشال او تجاريه، لكن هنا بيحس ان هو كونكتد اكتر. بيحس ان دي لايف ستايل او في الحقيقه، فبيحس ان هو كونكتد اكتر للبرودكت اللي بيتباع ايا كان هو ايه. هنا السكشن بتاع الفوتر ده حاسس ان هو ملخبط شويه، يعني مش عاجبني، مش مريح عيني. حاسس ان هو في تعديل شوية. هنا الانستجرام محطوط لوحده، وهنا كيب ان تاتش برضه محطوط الانستجرام. ففي يعني محطوط في ناحيتين. هنا يعني المفروض الحاجات اللي بتبقى موجودة هنا يا اما كلها تحت بعض كده تحت بعض كده وتحت بعض كده، لكن مفيش حاجات بالطول وحاجات بالعرض. ما ينفعش نبقى ماشيين هوريزونتال وفيرتيكال. نفس الكلام ده المفروض الاتنين دول يبقوا نفس السايز. خلينا نبص بصة على الموبايل فيو، علشان الموضوع برضو ممكن يكون احسن على الموبايل فيو. يعني هنا الهيرو ايمج اوضح. آه لا برضو السكشن ده وحش جدا على الموبايل، طويل جدا مش هيتقري. الفيديو هنا مظبوط كويس. في سيمز زي سيم إلا بيديك ان انت تختار حاجة تظهر على الموبايل وحاجة تظهر على الديسكتوب، وده هيكون احسن لويب سايت زي ده. السيم ده موجود على انفاتو إلمنتس تقريبا بحوالي $80 او حاجة. يعني هنا الموضوع شوية ألذ شوية من ناحية الفيديوز وكده، بس برضو ستيل طويل، ستيل هوم بيج طويلة جدا. تعالوا نتفرج على برودكت بيج على الديسكتوب عشان الموضوع يبقى واضح لكم. description, donation, sizing. خلينا نشوف البرودكت بيج عاملة ازاي. تمام. سايز تشارت، هاو تو ميجر. اوكي، بيعلمك ازاي تقيس الكلب بتاعك. دي حاجه مهمه جدا جدا جدا. انا ما اعتقدش ان هيبقى سهل على اي حد عنده كلب ان هو يبقى عارف مقاس الكلب بتاعه. ما اعرفش، انا ما عنديش كلب برضو، اللي عندهم كلاب يعرفوني. هنا في قرب قوي بين الكلام وبين التاب دي. يعني نفس الكلام هنا، فرق كده في السبيسنج. الموضوع ده برضو مش مريح للعين، ومش احسن حاجة للاكجري براند بيبيع لبس كلاب ب3000 جنيه وب10 آلاف جنيه لهيومنز. فا I think ان دي حاجة ممكن يشتغلوا عليها. سيكشن للريفيوز، هنا بيتكلم على الكواليتي وال what is in your package. يعني مش عارف الحتة دي برضو، قولولي رأيكم ان هي دي تبقى اصغر وبعد كده دي اكبر وبعد كده اصغر تاني، هل ده مريح لعينيك ولا لأ؟ قولولي رأيكم. هنا السكشن بتاع الفوتر مختلف عن هناك. يعني هناك لو رجعنا للهوم بيج هنلاقي السكشن بتاع الفوتر كده، او ممكن هو ده بس الفوتر واحنا افتكرنا ان ده فوتر معاه، بس الفوتر بادئ من اول هنا.
وده فهمناه من البرودكت بيج. طيب خلينا ننتقل للويب سايت التالت، وهو بيبيع حاجة غريبة قوي برضو، وهي البيتزا كاندلز او الكاندلز على شكل اكل او اي اشكال يعني. هنا كاندلز على شكل يعني اي حاجة بقى يعني تلاقوها على شكل ليزر، على شكل سويل، على شكل معرفش ده بيكلز، الخيار. يعني حاسس موضوع كاستمايزد قوي، ان انت تحس ان انت بتشرب او سوري، تحس ان انت بتشم الحاجة اللي انت شايفها قدامك، القلم كاندل بريحة الأقلام، معرفش. موضوع غريب بالنسبة لي بصراحة. انا مش ما بحبش الكاندلز قوي، بس حاسس الموضوع غريب. طب خلينا نشوف كده كل البرودكتس. سي اول. هنا ده بيكون كاندل، يعني ده بريحة البيكون. ابل باي، هو باربيكيو، بير. موضوع غريب يا جماعة ان هما بيوصلوا لروايح الكلام ده كله. الموضوع غريب، وفي غير الروايح في اشكال، يعني زي ما شفنا في الاول بيتزا كاندل، وشفنا هنا الروايح بقى بتاعت كل حاجة يعني. البوب كورن ماشي ممكن، لكن ايه كار اكزوست كاندل؟ الموضوع غريب جدا فعلا. خلينا نتفرج على البرودكت بيج. تقريبا ده سيم يعني عادي، داون او حاجة، مفهوش حاجة. بس ممكن الجزء اللي تحت بتاع اد تو كارت ده كويس بس بيختفي. حاسس ان انا كنت عايز ادوس على اد تو كارت. لذيذ يعني. يعني اعمل اد تو كارت لودنج، في انيميشنز لذيذة بتبين ان ده بيتعمل له اد تو كارت، وده بيفيد الانتراكتيفيتي بتاعت الويب سايت اللي هي من الكور ويب فايتلز. لو الكور ويب فايتلز دي هي الحاجات اللي بتأثر في السبيد بتاعت الويب سايت، ودي الحاجات اللي جوجل بيبص عليها وعلى اساسها بيرانك الويب سايت بتاعك. وده كله مشروح في كورس السبيد اوبتمايزيشن بتاعي. لو عايز تعرف اكتر عن الكورس تشيك الويب سايت تحت، هتلاقي كل الديتيلز، او ابعت لي على الدي ام على الانستجرام، وابعت لك كل التفاصيل اللي انت محتاجها عشان تقدر تاخد القرار عشان تقدر تاخد احسن قرار في مصلحة مستقبلك. وهبعت لك كل التفاصيل اللي انت محتاجها عشان تاخد احسن قرار لمستقبلك، وعشان تكون بتقدم خدمة ليها قيمة وسط الناس، وهي السبيد اوبتمايزيشن لاي ويب سايت مبني على شوبيفاي. خلينا نكمل هنا. ده السكشن بتاع الانتراكتيفيتي، هو اللي فتح لي موضوع الكورس. يعني احنا كنا بنتكلم في الحاجات دي برضو في الكورس. هنا يومية اولس لايك بيسك مفهوش حاجة، الفوتر برضو بسيط. وبس كده، دول كانوا اغرب 3 منتجات بيتباعوا على ويب سايتس مبنية على شوبيفاي. والرسالة من الفيديو ده ببساطة ان انت تقدر تبيع اي منتج مهما كان هو غريب بالنسبة لك على شوبيفاي. تقدر على طول تبدأ تعمل ويب سايت لنفسك، او تكلم شركة شوبيفاي ديفلوبمنت تعمل لك الويب سايت على طول، وتنتج البرودكتس بتاعتك، وتبدا ان انت تنزلها على الويب سايت وتعمل لها ماركتنج على كل السوشيال ميديا، وفي ثانيه هتعمل سيلز. الموضوع بس محتاج جراءه، واي ثينك مفيش اجرأ من ال 3 ويب سايتس اللي احنا شفناهم دول، وتدرس الماركت اللي انت داخل تبيع فيه، وهل هو هيقبل ان هو يشتري حاجات زي دي ولا لا. وممكن من هنا يبدا البيزنس بتاعك يكبر. ولو عملت كل التفاصيل دي صح، انت عملت الويب سايت المظبوط، وعملت ماركتنج على السوشيال ميديا، وقبل الكلام ده درست الماركت اللي انت داخل تبيعه، وسعرت مظبوط وصنعت مظبوط، ممكن تكون دي بداية بيزنس مختلف وناجح. واخيرا مش لوكال براند بيبيع هوديز. ولو وصلتوا لحد هنا في الفيديو، استاذنكم اعملوا سبسكرايب ولايك، وسيبوا لي كومنتس لو عندكم اي تعليقات على الفيديو، وانا هرد عليها كلها. شكرا ليكم.